شوف، هو دايما النادي الاهلي ما ينساش ابدا ولاده يعني. والنادي الاهلي دايما حاطط عينه على المخلصين من ابنائه. فاقدر اقول لك انه خلال الفاصل وصلنا من النادي الاهلي التالي انه ايمن اشرف هو من اللاعبين المقدرين ومن الاسماء المقدره جدا جدا بالنسبه للنادي الاهلي، على اعتبار ما قدمه في خلال مشواره مع النادي الاهلي. هذا الاخلاص الكبير جدا جدا. الاهلي يرى في أيمن أشرف أنه واحد من الكوادر اللي سيتم إعدادها مستقبلا للنادي الأهلي، هو مستقبل النادي الأهلي. أيمن أشرف وكريم ندفد مقدرين جدا جدا، وأنا بنتكلم على أيمن. فالحقيقة أنه زي ما بقول لك الأهلي خصنا بهذه التصريحات أنه سيتم إعداده ككادر من الكوادر المهمة في النادي الأهلي. ليس هذا فقط، بل أن الأهلي مرحب ولا يمانع على الإطلاق أن يكون طرفا في مباراة اعتزال أيمن أشرف إذا قرر أيمن أشرف أنه يعمل مباراة للاعتزال، وهو نوع من أنواع التقدير الكبير، بل والكبير جدا جدا لأيمن بما قدمه في مشواره المحترم جدا والمخلص للنادي الأهلي. وهي نقطة مهمة جدا، مهمة عشان الناس تفهم أنه وما جزاء الإحسان إلا الإحسان. هتقطع مشوار، هتخلص فيه، مش هتعمل مشكلة، مش هتسبب في أي أزمة، ناديك مش هينساك، الجمهور مش هينساك. أنا طبعا يعني خليني آخد منك بقى رد فعل طبعا الكلام الحلو، الأخبار الحلوة يعني أنا خبر فرحني جدا وشرف كبير ليا إن أنا أكون كادر من كوادر النادي الأهلي، أو بيعدوني إن أنا أكون كادر. ده شرف عظيم يعني، بشكرهم عليه. يعني بشكر إدارة النادي الأهلي طبعا برئاسة كابتن محمود الخطيب، وبشكر كابتن سيد عبد الحفيظ لأن هو كان داعم دايما ليا كمدير كورة في النادي الأهلي وكمسؤول دلوقتي. بشكرهم شكر خاص. وبشكر جمهور النادي الأهلي العظيم اللي بنى اسم أيمن أشرف واللي صنع اسم أيمن أشرف. فبشكرهم. يلا بينا اسالك، هقول لك ناوي تعمل ايه؟ بتفكر في ايه؟ قول لي بقى. هنبتدي المشوار ازاي؟ بص، انا يعني 26 سنه، 26 انا دخلتش بشويه قرارات او بشويه اهداف. عامل لسته بشويه اهداف. ان انا عايز في 26 ان انا اتعلم حاجات فنيه، حاجات إدارية. أنا داخل في دبلومة من جامعة القاهرة الأسبوع الجاي. والله؟ دبلومة إيه؟ دبلومة في الإدارة الرياضية. في الإدارة الرياضية. ماشي. فأنا دي البداية. وأنا ناوي 26 إن أنا أخدها كتعليم عشان أهيئ نفسي إن أكون. طيب يعني أنت مش رايح التدريب خلاص، أنت كده مش رايح التدريب، أنت رايح للإدارة. أنا باخد الإدارة. بس هاخد كمان الشهادات أو الشهادات الفنية برضه. أنا فهمت. أنت ناوي في 26 تبقى تعملها رحلة استكشاف تعليمية. فاحنا هناخد شوية نعرف الفنيات ايه زيادة، وناخد نعرف اكتر عن مجال التدريب. بالظبط. نعرف اكتر عن مجال الإدارة. رجلنا موجودة كده كده في الإعلام في MBC، وده شرف لينا. شرف ليا والله. فالدنيا تمام زي الفل. يبقى انت عامل السنه دي استكشاف لطريق ايمن اشرف، هو عايز يمشي ازاي. بالظبط كده. وانا كان يعني زي ما قلت لك كابتن سيد كان اتكلم معايا، وهنقعد مع بعض الفتره اللي جايه يعني. لما يكون هو يعني انت عارف فتره يناير فيها شويه شغل، يعني بعد ما يخلص الشغل ده هنقعد مع بعض وهنتكلم ان شاء الله باذن الله. وانا هصلي صلاه استخاره وهقرر وقتها ان انا هخش في الحاجه الاداريه او الحاجه الفنيه. يعني هي هتبقى حاجه واحده طبعا، لكن انا حابب اتعلم كل حاجه. يعني حابب ان انت تاخد من كل زهره بستان. يعني حابب اتعلم كله عشان يبقى عندي مرجعيه. بس انت ما تحسش ان انت في يعني موهوب في حته معينه؟ بص، انا تكاتشن تقف على الخط تزعق للناس زي ما كانوا بيزعقوا لكم، ولا لا ابقى في الاعلام اقعد في التكييف واشرح الناس زي ما كانوا بيشرحوا؟ يعني انا ميال للحته الفنيه. الحته الفنيه. يعني انا ميال جدا للحته الفنيه، لكن انا لسه ما خدتش قرار نهائي. يعني لسه ما خدتش قرار نهائي. ماشي. والقرار النهائي ده هيتاخد الفتره اللي جايه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. تعالوا نشوف كده البطولات اللي حققها الكابتن ايمن اشرف مع النادي الاهلي خلال هذه المسيره المحترمه. 6 القاب لبطوله الدوري، 3 القاب دوري ابطال افريقيا، وده كتير جدا جدا وكبير جدا. لقبين سوبر افريقي، لقب كاس مصر، لقب سوبر مصري.
اهم بطوله من البطولات ديت ايه بالنسبه لك؟ اهم بطوله، يعني اهم بطولتين بالنسبه لي. اهم بطولتين مش اهم بطوله واحده. بطولتين كانت دوري ابطال افريقيا 2020 ماشي. و دي اللي كانت قدام الزمالك 2020 2020 ماشي. والدوري اللي احنا كنا متاخرين فيه ب 11 نقطه وكسبناه في الاخر. ده اللي بيتسمي على اسم الكابتن سيد عبد الحفيظ، دوري سيد عبد الحفيظ. هو ايوه ده. بالظبط كده. دوري سيد عبد الحفيظ. يعني دول اهم. اشمعنى الاول الدوري؟ قول لي ليه وبعدين نقول لي بطوله افريقيا. لان الدوري كان فيه تحديات كبيره جدا بتقابل الفريق كان متاخر، يعني كنا مثلا الرابع او الخامس بسبب افريقيا، وبعد كده خسرنا بنقط كتيره في الدوري. وكنا طلعنا من افريقيا، فما كانش قدامك غير الدوري انك تحارب عليه، فكسبته بصعوبه جدا، فكان ليه طعم خاص يعني. افريقيا قلت لك اللي هو قدام الزمالك 2020 دي بالنسبه لك اغلى بطوله اغلى من بطولات افريقيا الثلاثه اللي انت حققتهم طبعا. احلى موسم بالنسبه لك ايه؟ احلى مدير فني استمتعت انت؟ بص انا استمتعت مع كابتن حسام البدري، واستمتعت مع فايلر، واستمتعت مع موسيماني. اوكي. يعني في الاهلي يعني الثلاثه استمتعت معاهم جدا، والثلاثه مدربين كبار يعني. طب يلا واحد فيهم كده، ايه اكتر حاجه انت يعني ارتحت لها معاه او طلعت بيها من المشوار معاه؟ كابتن حسام البدري. كابتن حسام البدري هو اللي صعدني من فريق اول، وهو اللي رجعني النادي الاهلي تاني من سموحه. فهو يعني ليه فضل عليا بعد ربنا يعني. موسيماني. قبل موسيماني كان ايه قصه خروجك من الاهلي لسموحه؟ قصتها ان انا طلعت اعاره سنه. ايوه. وعملت موسم كويس جدا. سموحه طلب يشتريني من الاهلي، فالاهلي وافق. فلعبت 3 مواسم تانيين. ويعني بالمناسبه انا عملت 4 مواسم كويسين جدا في نادي سموحه ده حقيقي. ونادي سموحه نادي محترم جدا جدا. فاترينا حلوه قوي يعني بصراحه. يعني نادي شكله حلو، يطلع لعيبه كويسه، يعرض لعيبه كويسه جدا. وانا عملت مواسم كويسه جدا هناك. وكان في دعم كويس جدا باشمهندس طارق عامر. صح. ففترتي في سموحه كانت من فترات اللي انا نجحت فيها وعملت فيها حاجات كويسه يعني. الخروج من الاهلي مش محبط؟ يعني لما تخرج من الاهلي وقت المره الاولانيه وقت سموحه دي مش حاجه محبطه؟ بالعكس، انا خرجت من الاهلي كان عندي تحديات كبيره جدا ان انا ارجع النادي الاهلي تاني. والله. يعني كان عندي هدف. عامل حسابك والله. والله يعني كان عندي هدف. انا ماشي من النادي الاهلي معيط. وخارج من الباب، وكان عندي يقين ان انا راجع تاني. ممكن تحكي لي ايه اللي خلاك تعيط؟ انا مبسوط اهو عشان بدينا نفك اهو. ننسى ان احنا على الهواء ونفك اهو. الفكره وقتها ان انا كان صعبان عليا ان انا خارج من النادي الاهلي برضه، لان برضه النادي الاهلي انا اتربيت فيه من وانا عندي 7 سنين. يعني فتره الطفل ما شفتش حد غير النادي الاهلي، ما تعرفش حد غير المشوار ده. راحه الناشئين انا ده مشوارك بقى كل يوم. مشواري يعني انا شغلي كله كان نادي اهلي. وبالمناسبه انا لعبت منتخبات ناشئين شباب، كاسين عالم شباب، كاسين يعني وكاسين شباب. كنت موجود في كاس عالم اول، شاركت، كنت موجود معاهم. فكل الحاجات دي بتخليك فخور بنفسك انك عملت تاريخ كبير مشرف في الفتره انا بلعب من 2009 لحد 2000 يعتبر 25. ففي الفتره دي كلها الحمد لله في طبعا، لكن النجاح كان اكتر بكتير. فوانت خارج من النادي الاهلي معيط، انت عامل حسابك ان انت عايز ترجع تاني للنادي الاهلي وانت واقف على رجلك. بالظبط كده. كانت المكالمه ازاي اللي بيقولوا لك فيها ايمن احنا عايزينك ارجع؟ كان اول مكالمه كان باشمهندس عصام سراج. ماشي. كان ساعتها مدير التعاقدات في النادي الاهلي. احنا عايزينك وكابتن حسام. وبعد كده لقيت كابتن حسام بيكلمني ثاني يوم وكابتن سيد. عملت ايه بقى؟ اتبسطت جدا. يعني انا كان جاي لي عرض في الزمالك. كنت انا خلاص عقدي بيخلص في سموحه. كان جاي لي عرض في الزمالك، وكان عرض رقم كبير لنادي سموحه، كان هيدفعوا 10 مليون وقتها. رقم كبير يعني. اوكي. 10 مليون كانوا رقم كبير. شوف دلوقتي ال 10 مليون. لا ده رقم صغير قوي.
يعني قدموا عرض سموحه، قدموا عرض لسموحه، الزمالك قدم عرض لسموحه 10 انا مليون. كان عندي في شهر واحد حق ان انا عندي حق ان انا ممكن امضي لاي نادي، ماشي. فمضيت على بياض للنادي الاهلي وقتها من غير ما اتفق على اي حاجه فلوس ولا اي حاجه خالص. والله من غير اي حاجه خالص، من غير ما اعرف. واتكلمت مع نادي سموحه في ازاي يعني؟ قلت لهم انا عايز ارجع، يعني احكي لي. بص انا كان وقتها كانت الحادثه بتاعت والدتي واختي كانت قبليها ب 8 شهور او 9 شهور. ايوه. فانا كنت مقرر ان انا مش هقعد في اسكندريه تاني. فجالي من عند ربنا عرض النادي الاهلي وقتها. فقررت ان انا اروح، يعني كان قدامي عرض الزمالك وكان قدامي عرض الاهلي. طبعا بحترم نادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك طبعا، يعني نادي كبير طبعا، لكن انا فضلت ان انا ارجع بيتي. وفكره ان انا نجحت في التحدي اللي انا كنت حاطه لنفسي، ان انا كنت خارج من النادي الاهلي عندي يقين ان انا راجع تاني. وقعدت بقى في النادي الاهلي؟ وقعدت في النادي الاهلي 6 سنين. 6 سنين صحيح. وكانوا 6 سنين فيهم الحمد لله يعني المجد كله الحمد لله. الموس بقى في ملوك التحليل، احنا كنا انت مع موسيماني كنا بنقعد بقى نقطع لك الفيديوهات، عز وتامر وعماره وعمر، ونشوف بقى ايه، وايمن اشرف، والراجل بيعتمد على انه يطلع اشرف، وايمن اشرف هو اللي بيطلع الفرقه، وبعدين الباص بتاعه اللي بيكسر بيه الخطوط، وبعدين ما اعرفش يعني. احكي لي بقى القصه. كنت بستمتع معاه جدا والله كان ممتع، يعني كان التكتيك بتاعه ممتع، بيدي لك اوبشنز كتير يعني في الملعب. اختيار 1 و2 و3 و4، لو 1 و2 و3 و4 مقفولين في واحد خامس موجود، فكان مريحني جدا. فكنت بلعب بأريحية، وكان شكلي حلو جدا في الحته التكتيكيه معاه. يعني هو كان بيحب دايما ان يبقى عنده لاعب اشول في المساك. ايوه. فالنجاح كان هو الاصل فيه، ان هو اللي نجح الفريق في الحته التكتيكيه، كان مميز فيها جدا. ايوه انا عارف ان انت كنت تلعب فترات كتير جدا جدا وانت مصاب يعني، وتتحامل على نفسك وهتيجي على نفسك لانه ما كانش في حد غيرك، فاحنا محتاجينك فانت موجود. الكلام ده صح؟ الكلام ده حقيقي، بس يعني في الاخر انا عملت ده عشان خاطر الفريق، وعشان خاطر النادي، وعلشان خاطر الجمهور، علشان خاطر الفريق. ما كانش في اوقات في ناس كانت مصابه، وكان انا اصابتي اللي كنت ممكن العب عليها، ممكن اخد مسكنات والعب. فلا يعني انا شايف ان دي مش تضحيه خالص، بالعكس. شايف ان ده حاجه رد جميل للنادي او للفريق، انك بتساعد الفريق بشكل او باخر يعني. نقطة صعبة، مش كل الناس بتقعد تحسبها الحسبة بتاعتك ديت يعني. في واحد ممكن يبقى خايف على نفسه قوي انه يحصل تفاقم للإصابة، بس اما وان هي دي وجهة نظرك، ان انت شايف ان ده نوع من انواع رد الجميل لفريقك، او ان فريقك محتاجك، فدي حاجة الحقيقة يعني برضو تشكر عليها وتجازى عليها. وان كنت انا دايما احب اللعيب اللي اقول له اللي يبقى دايما خايف على نفسه، لانه في الاول هتتأثر يعني. طبعا لكن في الاخر في بعض الاوقات انت مشاعر فريق محتاجك. انا كمان كنت فايتر شويه، فريق محتاجك، فيعني قلب انا لا يعني انا من جوايا خلاص انا هلعب، ما عنديش مشكله وبتاع، وحقنه وتربيط وبتاع، وخلاص هنزل خلاص. اللعب بقى يتحسب عليك. الواحد كان بيطلع اكتر حاجه عنده يعني، من اجل اسعاد الجمهور يعني. صحيح. هستأذنك نروح لفصل.